كان يوم عادي جدا، زي ما كل الأيام بقت روتين ممل. 4 حيطان، أفكار ثقيلة، وصوت خطواتي بس اللي يملأ البيت. اسمي ليلى، عمري 50 سنة، أرملة من 7 سنين. اتجوزت وأنا عندي 18 سنة من راجل محترم كان صاحب والدي. عشت معاه 22 سنة حلوة وصعبة، خلفت منه ولد وبنت. كان زوجي تعبان في سنينه الأخيرة، ولما مات حسيت إن الدنيا اتهدت عليا، لكن رفضت أستسلم للحزن. قلت لنفسي عندي ولادي، لازم أكون قوية عشانهم. رفضت أتزوج تاني رغم إن ناس كتير جدا تقدمولي، ناس محترمة، أغنياء، أخلاق، لكن كنت خايفة على ولادي. قررت أركز في تربيتهم، أتعلمهم أخلاقهم أحسن ناس في الدنيا، والحمد لله نجحت. بنتي اتجوزت وسافرت مع جوزها برا مصر، وابني اتعلم وسافر برضه. وفجأة لقيت نفسي لوحدي، نص يومي في المدرسة بشتغل مدرسة وبعدين أرجع لبيت فاضي. حسيت بوحدة قاتلة وحرمان عاطفي. كنت بشتاق لحضن دافي، لكلمة حلوة، لمسؤولية حد ينتظرني. قلت خلاص لازم أشغل نفسي بحاجة جديدة. قررت أجيب عربية وأتعلم السواقة. اتصلت بابني هشام وقلت له دور لي على حد ثقة يعلمني السواقة، مش هعرف من غير حد تعرفه. قال لي حاضر يا ماما، عندي صاحبي أدم كويس جدا ومحترم، بس عنده مشكلة بسيطة. قلت إيه المشكلة؟ قال كان متجوز وانفصل ومحتاج شغل دلوقتي. قلت ماشي. اتفقت مع أدم إنه يجي عندي في اليوم المحدد. سمعت دقة على الباب، فتحت. لقيت شاب طويل وسيم، جسمه رياضي وابتسامته جميلة. قعدت أبص له وأقول جوايا ما شاء الله تبارك الله. أنا اللي كنت قاعدة أقول إني مش عايزة أتجوز. فتحت له الباب وسألته حضرتك مين؟ قال أنا صاحب هشام جاي أعلمك السواقة. دخلت وعملت له شاي وبدينا نتعرف على بعض. كنت حاسة بحاجة غريبة جوايا من أول نظرة، بس ما كنتش أعرف إن القصة دي هتوصل لطريق مسدود. تابعوا الجزء التالي لتعرفوا إيه اللي حصل بعد أول درس سواقة ومشاعر ليلى اللي انقلبت رأساً على عقب. فضلنا نتكلم أنا وآدم في الصالون. كان اسمه آدم، في أواخر الأربعينيات من عمره، لكن شكله أصغر بكتير. كان بيحكي عن جوازه الفاشل وعن إنه عايز واحدة ناضجة فهمت الحياة، مش عايز أي كلام. وأنا كنت قاعدة أقول جوايا طب هو بيكلمني أنا ولا إيه؟ أداني رقمه وخدت رقمه ونزلنا نتعلم السواقة. أول مرة أقعد جنبه في العربية حسيت برعشة غريبة. كان لازق في شوية على أساس إنه بيعلمني. كان بيمسك إيدي ويحط إيده على كتفي وأنا بغير السكة، وأنا من جوايا كنت عايشة مشاعر مش طبيعية. حسيت إني رجعت بنت صغيرة أول مرة تحب. مع الأيام بقيت أهتم بنفسي بشكل غريب. لبست حاجات جديدة، عملت ميك آب خفيف، وكل ما أشوف نفسي في المراية أقول أنت لسه جميلة يا ليلى. وأدم كان يلاحظ ده، كان يقول لي والله أنت شكلك صغيرة، لو حد شافك هيديكي 25 سنة. وأنا أضحك وأقول مطابش قوي، أنا 50 سنة. وهو يرد صدقيني أنت من سني بالظبط ومش كبيرة خالص. بقى فيه كلام عادي بالنهار ومكالمات طويلة بالليل. كنت أنتظر صوته بفارغ الصبر. حسيت إنه حياتي رجعت لها طعم ثاني. الوحدة اللي كانت تاكل في قلبي بدأت تختفي. بعد كل درس سواقة نرجع نتعشى سوا في البيت. مرة كنت لابسة هدوم منزلية وتحتها قميص، وأنا بنزل أجيب حاجة من الأرض انفتح الرداء بتاعي شوية وظهر القميص اللي تحته. أدم بص لي بطريقة مختلفة خالص. عينيه زغللت ووقف مكانه وقال إيه الجمال ده؟ أنت مخبية كل ده ليه؟ أنا اتحركت وجريت أقفل الرداء، بس من جوايا كنت مبسوطة إن حد شايفني جميلة بعد كل السنين اللي فاتت. وقعدت أقول لنفسي ده يمكن يكون فرصة تانية للعيش، فرصة للحب. ومعرفش ليه قررت إن أنا آخد الخطوة دي، بس الفرحة الكبيرة كانت بتخبي وراها مفاجأة هتقلب حياتي رأساً على عقب. إيه اللي حصل بعد ما وافقت على جواز السر ده؟ تعرفوا عليه في الجزء الثالث. في يوم من الأيام وإحنا قاعدين نتعشى، أدم قال لي كلمة غيرت كل حاجة. قال أنا عايزك. حسيت قلبي وقف. قلت عايزني إزاي؟ قال بحبك ومش عارف أعيش من غيرك، أنا عايزة أتجوزك. وقفت راسي اتعصرت. قلت له أنت مجنون؟ أنا أم صاحبك، الناس هتقول علينا إيه؟ ولادي هيعملوا إيه؟ أنا طول 22 سنة ما فتحتش كلام جواز بعد جوزي، وهتجوز دلوقتي في السن ده؟ ضحك وقال
انت فاكرة نفسك كبيرة؟ انت لسه صغيرة. حرام عليكي تسيبي نفسك للحرمان والوحدة، عايشوا حياتك زي الميتة. كلامه دخل جوايا زي السكين في الزبدة. وأنا اللي كنت بعافر مع الوحدة كل يوم لقيت نفسي بتردد. طب نعمل لك إيه؟ أنا مش بحب الحرام. رد بسرعة: لا حرام. هنتجوز في السر في الأول عشان خاطر ولادك، وبعدين تفكري تعرفيهم أو لأ. وافقت. هبيته. حبيت فكرة إن حد يحتاجني، إن حد يشوفني جميلة، إن حد ينام جنبي بالليل. اتجوزنا من غير ما حد يعرف. فرحة كبيرة حسيت بيها لأول مرة من بعد وفاة جوزي. بقيت امرأة تانية، بلبس الحلو، باكل معاه، بنام في حضنه. سيبت نفسي للحياة من جديد ونسيت إن الزمن ممكن يخدعني. كنت بصرف عليه، بديله فلوس عادي. قلت مدام راجلي حقه يحصل على اللي يريحه. بس مع الأيام بدأت الأحوال تتغير. أدم بطل يكون حنون زي الأول، بقى بارد، بيلف ويدور. وأنا كنت بحاول أستعطفه: حبيبي مالك؟ وما يردش بسرعة أو يقول ولا حاجة، بس مضغوط شوية. وأنا ساكتة وقلت يمكن الظروف. وركزت في حياتي وشغلي عشان أنسى القلق اللي بدأ يدب جوايا. بس المشكلة الحقيقية لسه ما جاتش. ده اللي كنت فاكره إنه نهاية سعيدة، بس الطلبات بدأت تيجي واحدة ورا التانية. طلباته بقيت غريبة جدا. كل شوية عايز مبلغ عشان جمعية، عشان أقساط، عشان مشروع. وأنا بديله لأني بحبه. بس كميات الفلوس زادت. قلت له: أنت بتصرف الفلوس دي كلها على إيه؟ قال: ديون عالية من زمان. مرة طلب مني أكتب الشقة باسمه. الشقة اللي أنا ساكنة فيها دي ورث من جوزي وأولادي. قلت له: لا، ده مستحيل. الشقة دي مش ملكي لوحدي، دي حق أولادي. هنا اتغير كل حاجة. تعرفوا على رد فعل أدم وإزاي تحولت القصة من حب الابتزاز في الجزء الرابع. لما رفضت أكتب الشقة باسمه، أدم اتغير تماماً. بقى بارد، قاسي. كلمته بقت جارحة. قال لي: أنا اللي خدت ست زيك عشان كده؟ طلبات عادية عندك. أنا انهارت من جوايا. الراجل اللي كان بيقول لي أنت جميلة دلوقتي بقى يقول كلام يوجع القلب. حاولت أتكلم معاه بالعقل. أنا مدرسة محترمة، الناس كلها تعرفني باحترامي. المعاملة دي مش قدي. زاد الوضع سوءاً. مرة رفضت أديله فلوس، فضرب إيده على الطاولة وقال قدامي: انتي فاكرة إن اللي حصل بينا كان حب؟ ده أنا كنت مستنيكي تقعي في الفخ. حسيت الدنيا اتقلبت. سألته: تقصد إيه بفخ؟ قال ببرود: انتي عندك فلوس وعربية وشقة، وأنا كنت عايز كل ده. أنا اللي ضحيت بسمعتي عشانك. اكتشفت إنه كان بيخطط لكل حاجة من البداية. المكالمات الحنينة، اللمسات في العربية، الوعود بالحب، كلها كانت تمثيل. وقفت قدامه مرعوبة. قلت له: نحن ننفصل يا أدم. هنا انفجر في وشي وقال: ننفصل؟ أبداً. أنت لو فكرتي في الانفصال هنزل أفضحك عند ولادك، عند شغلك، عند جيرانك. كل حاجة هتعرف. أنا عندي تسجيلات وفيديوهات من اللي قعدناه سوا. فكري كويس قبل ما تاخدي أي خطوة. ساعتها حسيت إني غرقت في بحر ملهوش شطآن. مش عارفة أتقدم ولا أتأخر. خايفة على ولادي، خايفة على شغلي، خايفة من نظرة الناس. بطلت أنام. كل يوم أتخيل أدم واقف قدام باب المدرسة يصرخ، أو بيتصل بابني يحكي له كل حاجة. الخوف أكل قلبي. صرت أتجنب الخروج، أخفي التليفون، أبص على كل عربية قدام البيت. أنا اللي كنت ستي قوية، مدام ليلى المدرسة المحترمة، بقيت حاسة إني أول مرة في حياتي تايهة. مين أروح لها؟ أقرب صاحبة لو عرفت ممكن تنصحني أفضح نفسي. أهلي لو عرفوا هيقولوا ملكيش غير الستر. ولادي لو عرفوا هيكسروا قلوبهم. في لحظة ضعف كلمت أدم عشان أرجوه. قلت له: بالله عليكي سيبني بحالي. خد فلوسك وامشي. ضحك وقال: فلوسي؟ أنت اللي بتديلي فلوسي. لا يا ليلى، أنت عايزة 100,000؟ هاتي 200,000. أنت عايزة تخلعي؟ هاتي الشقة باسمي الأول. حسيت إني وقعت في شر أعمالي، لكن هل استسلمت؟ ولا لقيت حل؟ تابعوا الجزء الخامس. جلست ليالي طويلة أفكر. كل ما أفكر في حل ألاقي نفسي في نهاية مسدودة. الحرمان اللي كنت خايفة منه خلاني أعمى عن الحقيقة. نسيت إن الوحدة ممكن تتحمل، لكن الذل والابتزاز لا يتحملوا. مرة آدم اتصل بي من رقم جديد وقال: يا ليلى، أنت ناسية إن في عقد جواز بينا؟ ناسية إن أنا جوزك الشرعي؟ تقدري تطلقي من غير موافقتي؟ لا طبعاً. وقفل التليفون في وشي، وأنا قاعدة أرتعش زي العصفور، مش عارفة أنام
ولا آكل ولا أركز في شغلي. مرة نسيت أصلح أوراق الطلاب، والمديرة بصت لي بصة غريبة وسألتني: أنت كويسة يا ليلى؟ شايفاك تايهة؟ قلت لها: والله بس عيانة شوية، بس داخلي كنت بموت كل يوم. بعد كل تهديد حسيت إن مفيش حل غير إني أواجه الحقيقة. بس إزاي؟ وأنا مش لوحدي، عندي ولاد بيعيشوا برا وبيثقوا فيا، عندي بنتي متجوزة وعندها حياتها. طب إيه العمل؟ أروح للبوليس؟ أحكي لأهلي؟ أستسلم وأدفع كل اللي معايا؟ حد مجرب قبلي؟ قررت في النهاية: يا ليلى، إما تفضلي تايهة طول عمرك، وإما تواجهي وتسترجلي. قمت الصبح بدري، لبست هدومي محترمة، ودخلت على ولدي هشام مكالمة فيديو. فتحت معاه بالتدريج، قلت له: يا حبيبي، أنا عايزة أحكي لك حاجة من قلبي. شاف دموعي قال: ماما مالك؟ خايف عليا أنا. قلت له كل حاجة من البداية للنهاية: إزاي تعرفت على آدم، إزاي اتجوزته في السر، الفلوس، التهديد، كل كلمة. هشام طول ساكت، ما صدقت خلصت إلا وهو قال بصوت مكسور: أنا آسف يا ماما، أنا اللي جبتهولك، أنا اللي وثقت في آدم الغدار ده. رديت: لا يا حبيبي، أنا اللي غلطت، أنا اللي كنت ضعيفة ووحيدة. هشام سافر في نفس اليوم وجاب معاه محامي كبير. قدمنا بلاغ في القسم ضد آدم بتهمة الابتزاز والتهديد والنصب. كنت خايفة من الفضيحة، بس المحامي طمني إن القوانين بتحمي الستات في الحالة دي، وإن السكوت هو اللي بيدي قوة للمبتزين. هل نجحت ليلى في مواجهة آدم؟ وإزاي انقلبت التسجيلات ضده؟ تعرفوا على النهاية في الجزء السادس والأخير. اتصل بنا المحامي وتم استدعاء آدم للقسم. خاف آدم لما شاف المحامي ووالدي واقفين، حاول ينكر كل حاجة، لكن التسجيلات اللي هو كان بيهددني بيها انقلبت ضده. القاضي قرر إخلاء سبيله بغرامة كبيرة، وأمروا برد جزء كبير من الفلوس اللي خدها، والأهم طلقني غصب عنه. طلعت من المحكمة وأنا مرفوعة الراس. أيوة، اتكسفت قدام الناس. أيوة، ولادي عرفوا الحقيقة. أيوة، أهلي زعلوا مني، بس الحرية مالها ثمن. حسيت إن ربنا نصرني لأني قررت أكون صادقة مع نفسي ومع اللي بحبهم. الدرس اللي اتعلمته: الوحدة مش عذر عشان نعمي عيوننا عن الحقيقة. الجواز في السر نهايته علن، واللي يبتزك بيخاف منك لو واجهته. كنت فاكرة إن السكوت هيحميني، لكنه كان السلاح اللي قتلني ببطء. لما اتكلمت، لما واجهت، لما طلبت المساعدة من ولدي، لقيت الدنيا بتتسع. مش كل الناس وحشة، ومش كل اللي بيضحك لك بيحبك، لكن في ناس على قد كلمتهم، وفي أبناء بيحبوا أمهاتهم مهما غلطوا. عيشوا حياتكم بكرامة، واسألوا نفسكم دائماً: هل اللي بعمله ده هيفتخر بيه ولادي؟ لأن الإجابة هي اللي هتخلينا في الطريق الصح. أتمنى تكونوا استفدتم من حكايتي. ادعمونا باللايك والاشتراك عشان نكمل قصص مفيدة ومؤثرة. ولو عندك مشكلة زي كده، ما تخافش تتكلم. النور هو أقوى سلاح ضد الظلام، والست القوية مش اللي ما بتغلطش، لكن اللي بتعرف تقوم بعد ما تقع. النهاية: لا تنسوا مشاركة القصة مع صديقة ممكن تحتاج تسمعها.